السلام عليكم. شوفوا هذا الشيخ الجزائري شنو يوقع له في المانيا مع مغربي. هذه المره في المطار نحكيها باش نرطب القلوب، لان كلامنا يوصل للبلدان الاخرى. الحمد لله لقيت بشاب، انا نزلت تعبان في مطار المانيا، يجي شاب يشتغل في المطار. تخيلوا السادسة صباحا انت تنزل المريض يطبعوا فيك هكذا، فلقيت شاب جاي يشتغل في مطار فرانكفورت. انا وين نعرف فرانكفورت؟ فعمل لي هيك السلام، قلت له عليكم السلام. فقلت جزائري يعرفني من الصور والتلفزيون وكذا. لكن بعدها 5 دقائق جاب لي قهوه يا جماعه، جاب لي قهوه سخونه وجا قال لي واش راك شيخنا لاباس؟ قلت له والله يا وليدي غير راني بخير. قلت له انت من الجزائر؟ قال لي انا من المغرب. وش نقول لكم اكثر من هكا؟ هاني نهضر الحق ولا ما نهضرش الحق؟ أمنيتنا أننا نكونوا أمة واحدة كما سمعتوا الإخوان، راه نكونوا هذا هو متحابين. الواقع. أحب من أحب وكره من كره، وحنا رحنا خاوة. أحب من أحب وكره من كره، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء لأصحاب الفتن. راه هادشي هذا هو اللي كاين. أما داكشي ديال وسائل التواصل الاجتماعي راه بوحديتو. كما كنقول لكم دائما، كطلعوا علينا وكنطلعوا عليكم. أي جزائري مرحبا به. وهذوك اللي كيكتبوا كيبغيو يديروا الفتنة، كنقول لكم الله يهديكم، الله يألف بالقلوب، الله يدير شي يسود الخير. وكما العادة الإخوان، الصلاة والرياضة وتهلا في الوالدين، واللي دار الله هي اللي غادي تكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.